النهارده مين معاك؟ ربنا ونعم بالله. سألنا الحكومة وسألنا التجار، باقي نسأل حضراتكم السكر بكام؟ لأن السكر ده عليه جدل واسع. خليني بقى أتكلم على السكر. كلمني عن السكر. دكتور مصطفى راح يجيب مليون طن سكر. قاعد معنا اسماعيل ياسين في البيت بيقول له ايه مليون طن سكر؟ قال لك عشان الازمه يعني. انت ماشي هنجيب مليون طن سكر. تركيبه. في سكر في السوبر ماركت اللي عندك؟ اشتريته بكام؟ حضرتك السيد رئيس الوزراء بيتكلم على السلع الأساسية إنها بتشهد انخفاض من 20 ل 25%. عايزين تسألوا بقى وتحاسبوا فيها مين اللي حاسبه الدكتور سيد؟ الدكتور مصطفى، لأن الدكتور مصطفى نعم. فحضرتك ابعت لي وقول لي كيلو السكر بكام؟ أنا بصدق المواطن أكتر من الحكومة. أنا بتوصلني أخبارك. جرعة حلوة، جرعة حلوة مفيش كلام. النهارده الدولة ابتدت تظبط هذا الموضوع. السكر بيتباع ب 36 فبدأ يظهر 37 من 36 ل 38. النهاردة كيلو السكر ب 37 جنيه. احنا قافلين عليه قبل كده ب 27. ما تحطوش سكر كتير على الكنافه والحاجات ديت. حضرتك حاسبينها ازاي ان هو نزل 25%؟ انت شكلك ما دخلتش مدرسه. اشمعنى؟ اصلك ما بتعرفش تقرا اللي قدامك. السعر الحالي ما حضرتك ما تقارنهوش ب 27، حضرتك قارنه ب 54 و55 اللي كان موجود قبل كده. انت دلوقتي جايبولي ب 37 وتقول لي انخفض، فانخفض ازاي؟ انخفض لأن هو كان وصل ل 50 و60. هو النجم شايفني بتوكة هياخدني في دوكة؟ فلما الحكومة بتحب بتقارن بالسعر الحر العالي قوي، لما ما تحبش تقارن بالسعر المنخفض. وتعال نرجع بالزمن سوا، مش كتير قوي، يعني 11 سنة تقريبا. أسعار السلع الغذائية في شهر يونيو 2013، يعني قبل ما الرئيس يجي ينقذنا بشهر بالظبط. فوفق النشرة الشهرية اللي أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء لشهر يونيو 2013 بيقول لك إيه؟ إن سعر كيلو السكر ب 5 جنيه و40 قرش. أنا حاطط في جدولي يا فندم كان ب 40. انخفاض السكر حطه صفر. شكرا. ايوه كده. طب انتوا محتاجين ايه يا اهل مصر عشان تنتبهوا ان اللي احنا ماشيين فيه ده عباره عن انتحار؟ ده عباره ايه يا دكتور؟ أنا هفكر في الانتحار. أعوذ بالله. هو ده الكلام، الانتحار هو الحل. أنا مش هنتحر، أنا هفكر بس. دولار العلف زاد، لسه الفراخ والدواجن والبيض والحاجات دي والجبنة كل هذه الأسعار لسه يعني عصية شوية. باكو الشاي 40 جرام بجنيه 55 قرش، كيلو اللبن ب 6 جنيه، كيلو الجبنة البيضة ب 26 جنيه، والجبنة القريش ب 13 جنيه. زيت عباد الشمس ب 14 جنيه و30 قرش، لتر زيت الذرة ب 16 جنيه. كيلو عسل اسود ب 5 جنيه ونص، كيلو طحينه لو عايز تعمل عسل بطحينه ب 14 جنيه و60 قرش. في انخفاض في اسعار الارز، في انخفاض في اسعار السكر، يعني في موجه انخفاضات. صدق يا ساعات بحس انك انت لا اتعلمت ولا دخلت مدارس ولا خدت شهاده ولا اتخرجت من الجامعه. طب احنا كده السنه بتجر سنه. احنا 2011 كان من 10 سنين، كان امبارح. ال10 سنين مروا بسرعه. الاسعار دي اسعار البيع للمستهلك، خد بالك بس دي اسعار قبل الانقاذ بتكه. فاحمدوا ربنا، احمدوا ربنا ان سياده الفريق اول اتحرك وانقذ مصر. طب تيجي تتكلم كده في التعليم تلاقي المشكله طالعه لك. ايه اللي مشاني وراك؟ ما انا كنت في حالي، فقرتني وجبت لي الفقر. تتكلم كده في الصحه تلاقي المشكله طالعه لك. امتى شفنا الحنيه دي؟ تتكلم في الانتاج الغذائي تلاقي المشكله طالعه لك. لكن ما يقش ولا قال هروح ولا قال كذا، خلاص انتهى الموضوع. الايمان، حب البلد دي، التضحيه من اجل البلد دي. مالها الدوله يا استاذ بهجت؟ ما احنا عايشين فيها والحمد لله كويسين. طب كويس يا حبيبي، ربنا يبارك لك فيها. اي خدمه تانية؟ مفيش حاجه سعرها ما زادش. ولما اقول صحه اقول حاجه في الصحه هي الادويه. انا قصدي ان انا كنت عايز اخد بقى. تاخد؟ لا كده انا فهمت. الفتره دي يعني الاسعار اختلفت، فاحنا عايزين نطمن على الدوله. اتفضل. كان البعض بيقول ان مصر ان الايام اللي جايه هيكون في زياده في اسعار الادويه، الله اعلم. يلا تعالى بقى عشان اخدك لفه. تاخد مين لفه؟ اخدك لفه في الشغل يا حبيبي، لفه في الشغل. الكلام عن انه في ادويه اسعارها زادت وانه في ادويه اسعارها هتزيد. اسعار الادويه، والادويه يعني كان اخر تسعير لها على 18 جنيه للدولار. وانا قبل ما اجي من مصر كان الدولار ب 6 جنيه ونص، دلوقتي زمان وصل 120 جنيه. بالظبط كده، الاسعار الدواء بتزيد ومن المحتمل والمنتظر انها تزيد تاني يعني.
وطبعا في اشياء لما اسعارها تزيد بيبقى عندك مشكله وزياده في الاسعار في الادويه، وهذا امر لا احد يستطيع مواجهته. الحاجه دي غليت، شكرا مش عايزين بس. اسمحوا لي الادويه تعتبر امن قومي؟ امن قومي. محتاجين ان احنا نشتغل عليها مع الاطباء ومع الصيادله، نوجه الناس على المسائل العلاجيه الارخص. عندنا كميه بحيرات غير عاديه باعماق مختلفه بدرجات حراره مختلفه اللي هي اصلا بتعالج من امراض كل العالم بالفعل بيجي هنا وعارف قيمه ده كويس. ده كلام الناس العاقلين. ده في كمان الطمي والمياه بتاعت البحيرات دي بتعالج من امراض للمعده ليها علاقه بالمعده كمان. كان الله في العون يا دكتور، لسه مخلص عمليه طبعا. لا انا كنت بصلح السافون. عدد كبير من الشركات 60 ل 70 شركه تقدموا بطلبات لاعاده النظر في اسعار بين 180 ل 200 صنف دوائي. الاسعار عايزين تسيطروا عليها. يا بلدي. المواطن له حق، لكن كمان ما لازم تعرف ظروف الطبيب ايه، تعرف ظروف الدكتور ايه، تعرف ظروف المستشفى ايه. ده يهم المجتمع كله، لان في النهايه الطبيب بيقدم خدماته للمجتمع، وهي طبعا خدمات جليله. ده اللي انا اتعلمته من ال3 سنين بتوع كليه الطب. يا سيدي هو شاطر خلاص في 3 سنين يحسب عليه. الدكتور خالد غفار وزير الصحه كمان عمل قرار مهم، شكل لجنه تشوف احوال الاطباء. حد يقول لي طب ما الدكاتره بتسيبكم وتمشوا، صحيح مش كده يا خالد؟ ايوه يا فندم. اتكلم. قول بقى يا دكتور، فضلك ما تتكلمش، ما تكملش الكلام. يلا يا علي. اول مشاكلهم ايه؟ مرتب ضعيف. الاطباء اللي الناس بتسيبنا عشان تجد فرصه عمل في حته تانية عشان عايز يعيش. لازم اعيش. مش هو عايز يعيش؟ هو انا بديله مرتب كويس؟ اتفضل يا سيدي، ادي 100 وادي عليهم كمان 100. دول صدقه مش مرتب. طب تقول لي دكتور محمود ولا محمد؟ بص يا محمد، هو انا مش عايز اديله مرتب كويس ولا مش قادر اديله مرتب كويس؟ قادر. ما عملتش يبقى انا مش قادر. مش عايز، انا مش قادر بس. لا 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 امال مصر اللي انتونيا دكتور مش قادر مش قادر انك انت تاخد. مش هقدر، مش عايز، انا مش قادر اديك. شفت العاصمه المداريه قصدي المسيحيه، شفت اكبر مسجد واكبر كاتدرائيه، وشفتوا موكب المومياوات. يا حقود يا بهجت. يعني بيبقى حاز علينا نفسنا، احنا مش اقل من القضاه ولا ضباط الشرطه ولا ضباط الجيش. محمد عبد الحي يا فندم. طب تقبض كام؟ بابا 14200 جنيه يا فندم. قال له كده طب يعني الحمد لله، يعني انا مبسوط جدا بشغلي والحمد لله يا رب. مرتبي مكفيني قوي، بحب مصر قوي وبحب الدنيا كلها وربنا يخلي المسؤولين. ما المرتبات تعبانه والله العظيم، انا بكلمكم من قلبي. هنا اقل من 10000 جنيه لاي حد بيشتغل ماشي. انا باخد مرتب 42. طب دول كتير عليا. ما دام انت عارف انت بتعايرهم فاهم قصدي؟ المبلغ ده نصه مش هاخده، النصه مش هاخده. طب كده، طب في حاجه تانية اقدر اعملها؟ نعم. طيب قصور رئاسيه. انا قلت الكلام ده وانا مش عارف اذا كان الكلام ده هيعود عليا بالسلب في شغلي او لكن انا لابد هيعود عليك بالسلب. يا دكتور يا دكتور احمد يا بحراوي. لان الدولار اول مره يزيد معانا 18 جنيه مره واحده، ما حصلتش معانا في الصناعه، وبالتالي في قرار بزياده اغلب الادويه زي 50% في الوقت القادم ده او في الكام يوم اللي جايين ده. يا خبر ابيض، الدواء هيزيد بنسبه 50%. يعني برضو الاشياء التانية بيرتفع اسعارها. ده احنا لا كده كتير. دي حساباتنا. في هذا الدواء سم قاتل. مش هناكل طرق وكباري. اكيد طبعا مش هناكل طرق وكباري، لكن الطرق الكباري سبب لايه او ايه مردودها على الاستثمار فيها؟ هتلاقي المحافظ يقول لي الفلوس اللي انتوا بتاخدوها دي كلها واللي صرفتوها في البنيه الاساسيه حرام عليك. بس صدقني بقى الكار ده مش كارك، ولازم كل واحد فينا يروح لحاله. طبعا لا، هو طبعا طب احنا لو كنا صرفنا قلنا هنصرف على الاكل والشرب، طب هل هيخلص؟ طب هنعمل ايه؟ انا قعدتك عشان تشوف، تعرف، تشوف الحكايه. الجواب بيبان من عنوانه. 5 بالحب. انت طالع تسرح بمين يا عبده؟